السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ طبعا انا جبت 3 كيلو مانجا زي ما انتوا شايفين كده. غسلتها كويس وقشرتها وخرطتها زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي، وجبت اكياس وبعبيها زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. وبدل ما احطها بحالها في الفريزر وتاخد مكان على الفاضي، لا، انا قشرتها وزي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي وحطيتها في اكياس على طول. تحطيهم تعوزي تطلعي وتضربي على طول في الخلاط، هي جاهزة كده، ما تاخدش مكان معاكي في الفريزر وت... وتوسع الفريزر. تبقى سهلة على طول. تطلعي الكيس يا دوبك تحطيه في الخلاط وتضربي على طول. ممكن ما تحطيش فيها ميه، لو عايزه تضربيها كمان هتبقى تقيله ومركزه. حطي بس السكر وانت بتضربي في الخلاط، مركزه جدا لو ما تحطيش فيها ميه، كده تبقى سهله ليكش. انا عن نفسي جربتها من غير ميه ولقيتها سهله، يعني قبل ما انا اطلع واقول لا، انا جربتها لقيتها جميله جدا، ولقيتها مركزه ما حطيتش فيها ميه زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي، ولقيتها زي الفل. ما حطيتش بس الا شويه السكر فيها وخلاص. يا حبايبي يا رب يعجبكم، هو فيديو قصير بس يا رب يعجبكم وتكونوا استفدتوا منه. يا حبايب قلبي ربنا يصلح لكم يا رب. يا حبايب قلبي يلا باي.